السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم البيني بواحد الطريقه زوينه اقتصاديه وكيجينا ناشفه البنات، ما كيجيناش كاع شارب الزيت نهائيا وكيجينا مجعب كما كتشوفوا، ومكونات اللي هي اقتصاديه. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاج الكاس ممسوح ديال الماء يكون شويه دافي لان غادي نخليو العجينه تخمر، وغادي نحتاج كذلك لربع كاس ديال الحليب. يمكن لك ديري كاس وربع ديال الحليب، يمكن لك ديري كاس وربع ديال الماء، يمكن لك ديري كاس ديال الماء وربع كاس ديال الحليب كما درت انا. غادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني باش غادي نسمو هذا البيني، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال السنيده. بالنسبه للحلاوه البنات انا ما بغيتوش يجوني حلو لان من بعد مازال غادي نغمسو في سنيده. انت الا بغيتي يجيك شويه حلو يمكن لك ديري معلقه كبيره، وانا كنزيدو معلقه كبيره ديال الخميره اللي كتكون ممسوحه. غادي نزيد قشور حامضه وحده كتعطي واحد المذاق خطير لهذا البيني البنات. يمكن لكم تستغناو على القشور ديال الحامض وتكتفيو غير بالفاني، المهم اللي بغيتو، ولكن صراحه الجوج كيعطيو واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي كنخلط هادشي كله مزيان حتى كدوب لي ديك السنيده مع الخميره. صافي من بعد غادي نغطي على هاد الزلافه غير بواحد الطبسيل هكا اولا واحد البلاستيكه اللي بغيتو، وغادي نخليو هاد الخليط كيخمر ما بين 5 حتى ل 10 دقائق على حسب الجو. الا كان الجو سخون بزاف راه غادي تنقصوا شويه بعدا من الخميره، كان الجو اللي هو برد راكم غادي ديروا معلقه اولا معلقه وشويه. صافي نخلي داك الخليط كيخمر، وهنا خديت واحد الطبسيل اخر درت فيه شويه ديال السنيده، وغادي نزيد معاه واحد الساشي ديال الفاني. بالنسبه لهاد السنيده مع الفاني هما اللي غادي نغمسوا فيهم داك البيني من بعد ما يطيب باش كيجينا بحال اللي كيتبع تماما. وداك الفانيلا البنات كيعطي واحد المذاق خطير، يمكن لك تستغني عليه الا ما بغيتيش. صافي كنخلط هادشي كله مزيان. صافي وغادي نخلي من بعد هاد التبصيل هذا حتى من بعد. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما درت تقريبا شي 10 ديال الدقائق بحال هكا، هانتوما شوفوا داك الخليط كيفاش كيخمر. دابا غادي نزيد عليه المكونات الاخرى. غادي نزيد هنايا راس معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نزيد واحد البيضه تكون كبيره اولا صغيره ما كيهمش، المهم اللي كيهم هو انها تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الزبده كتعطي واحد المذاق حتى هو زوين بزاف لهذا البيني. يمكن لك تعوضيه بمعلقه كبيره ممسوحه ديال الزيت، الا ما كانش عندك الزبده يمكن لك تعوضيها بمعلقه كبيره ديال الزيت. صافي غادي نخلط هادشي كله مزيان حتى كذوب ليا ديك الزبده. الزبده حتى هي ضروري تكون درجه حراره المطبخ باش هكا دغيا كتطلق معانا. صافي ودابا غادي نزيد الدقيق. هنا كما كتشوفوا معايا عندي زلافه عامره مزيان ديال الدقيق يعني مقببه. صافي وانا كنعجن وانا كنزيد شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. بالنسبه للعجينه ما تكونش قاصحه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش عاوتاني خفيفه. هنا كما كتشوفوا معايا زدت نص زلافه ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات راه كتبقى على حساب عينكم ميزانكم. كما قلت لكم العجينه خاصها ما تكونش قاصحه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش عاوتاني خفيفه بحال السفنج، خاصها تكون عاديه وصافي. المهم انا في المجموعه البنات زدت ليا زلفه اللي هي مقببه ونص زلافه اولا جوج ديال الزلايف اللي هما ما عامرينش بزاف. انت راه تقدر تهز لك هكا جوج زلايف ما عمرينش بزاف كما زات لي انا، ولا جوج زلايف ممسوحين على حسب المهم الدقيق وعلى حسب البيض واش كبير ولا لا. صافي انا من بعد ما جمع ديك العجينه هانتوما كما كتشوفوا ما كنخليهاش هكا خفيفه بزاف، يعني العجينه كتكون عاديه وصافي. صافي غادي نغطي هاد العجينه بواحد البلاستيكه باش ما كديرش ليا ديك القشطه من الفوق. غادي نزيد عليها واحد الزيت باش دغيا تخمر وما تاخذش ليا الوقت بزاف. صافي وكما قلت لكم غادي نخليها تخمر حتى كتضعف الحجم ديالها ومن بعد ندوزو باش نشكلوها. صافي ني من بعد ما خمرات ليا ديك العجينه مزيان واستضعف الحجم ديالها، هادو من بين اسرار نجاح ديال البنيه البنات. صافي غادي نحيد ديك البلاستيكه وغادي نحاول نخوي ديك العجينه من داك الهواء مزيان، ما نخليش فيها داك الهواء نهائيا. صافي من بعد غادي ندوز نخدم بها مباشره، ما غاديش نعاود نخليها لا تخمر لا حتى شي حاجه. هنا كما كتشوفوا معايا كندير واحد شويه ديال الدقيق لان العجينه كتكون كتلصق واحد شويه في اليدين. صافي غادي نحاول نكورها ودابا غادي نحاول نطلقها بالدلاك. ضروري كل مره كنستعنوا بالدقيق لان العجينه كتكون هانتوما شي شويه خفيفه خصوصا ملي كتخمر كتبقى كتلصق. هانتوما كل مره كنبقى نهزها وندير الدقيق ونقلب فيها ونبقى نطلقها بالدلاك. العجينه ما تكونش رقيقه بزاف حتى يبقى يبان لينا سطح العمل، وفي نفس الوقت عاوتاني ما تكونش غليظه لان مازال غادي نقطعوها ونخليوها عاوتاني تخمر للمره الثانيه. هنا البنات راني شكلت لي ديك العجينه الاولى طلقتها، من بعد جمعت ديك العجينه اللي بقات ليا رديتها في واحد البلاصيكه خليتها واحد جوج ديال الدقائق بحال هكا وعاوتاني طلقتها. صافي كناخذ هكا واحد السيركل، يمكن لك تاخذيه كبير اولا صغير اللي بغيتي على حسب الحجم ديال البنيه اللي بغيتي نتيا. المهم انا خديته غير صغير، كنبقى نطراسي على ديك العجينه. صافي وغادي ناخذ هكا غير واحد المغطاه ديال القرعه د المناضه اولا القرعه ديال الماء وغادي نحاول نثقب بها هكا الوسط. صافي بهذه الطريقه راها ساهله البنات. كما قلت لك راه غير مغطى ديال قرعه المناضه اولا ديال الماء راها كافيه. ها نتوما البنات كما كتشوفوا العجينه ما كتكونش رقيقه وفي نفس الوقت ما كتكونش عاوتاني غليظه بزاف. صافي كنهز ديك العجينه كنبقى نديرها في واحد الزيف وكنخليهم كيخمروا. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل هاد العجينه كامله.
بالنسبة لديك العجينة اللي شاط ليا البنات، راني كنعاود نجمعها وكنديرها في بلاصتيكة، كنخليها كترتاح غير واحد الدقيقة ولا 2 ديال الدقايق، راه دغيا كتطلق معانا وما كتعذبناش في الخدمة. ها نتوما، غير هي كل مرة كنعاودو نستعناو بالدقيق. ها نتوما كترجع خفيفة ودغيا كتطلق، ما كتعذبنا من حتى شي حاجة. صافي بنفس الطريقة كنبقى نطلقها مزيان، ما تكونش رقيقة ما تكونش عاوتاني غليظة. من بعد كناخد هكا داك السيركل وكنبقى نقطع بها العجينة. من بعد كناخد ديك المغطاة ديال القرعة ديال المناضة وكنقطع بها هكا ديك العجينة من الوسط باش هكا كيجينا مثقب. صافي من بعد كناخد ديك العجينه كنديرها كيما قلت لكم فواحد الزيف وكنخليهم حتى كيخمروا. ضروري كنغطيوهم باش ما كيديروش ديك القشره هكا من الفوق. وبالنسبه لهادو اللي كيكونوا الوسط البنات اللي كنقطعهم بالمغطى ديال المناضه حتى هما راه ما كيضيعوش البنات، راه يمكن لكم حتى هما ديروهم يخمروا ومن بعد طيبوهم. صافي هانيا من بعد ما ساليت ديك العجينه كامله، ها نتوما شوفوا راه تبارك الله كتخرج واحد الكميه اللي هي معقوله. صافي كنخليهم حتى كيخمروا، ما نخليهمش حتى كيخمروا اكثر من القياس البنات، غير كيبانوا لينا بدا كيتضاعف الحجم ديالهم. صافي وكناخد هكا واحد المقله كندير فيها الزيت اللي كتكون شي شويه كثيره. ضروري البنات الزيت تكون شي شويه كثيره باش هكا البنيه كيلقى فين يتنفخ. صافي كنخليو ديك الزيت حتى كتسخن مزيان، ضروري تسخن مزيان. من بعد كنقصوا شي شويه البوطه، ما تكونش مجاهده بزاف باش ما كيتخطفوش، وفي نفس الوقت عاوتاني ما تكونش ناقصه بزاف باش هكا ما كيشربوش لينا الزيت. العافيه كتكون زايده شي شويه على المهل. انا من بعد نوريكم العافيه كيفاش خاصها تكون. صافي انا كما كتشوفوا معايا كناخذ ديك الزيت وكنقلوها هكا من الفوق باش هكا داك البيني ديالنا كيتنفخ وهكا كيجينا مجعب وما شربش الزيت. صافي من بعد ما كتنفخ كنعاود نهز الحبه الثانيه بنفس الطريقه كنديرها في ديك الزيت وكنقلوح عليها ديك الزيت هكا من الفوق باش كتنفخ. صافي كنكمل بنفس الطريقه حتى كنعمر ديك المقله مزيان. انا هاد المقله هادي كتهز ليا هكا 3 4 ديال الحبات. صافي يعني كنخليهم حتى كيطيبوا وكيبداو يبانوا ليا باللي بداو كيتحمروا من التحت. وعاد ديك الساعه كناخذ هكا واحد القطيب ديال الشوا، من الاحسن يكون هذا ديال العود باش هكا داك البيني ديالنا ما كيضيعش. صراحه انا كنفضلو حسن من الفرشيطه. صافي يعني ملي كيبداو كيبانوا ليا بداو كيتحمروا راني كنقلبهم من الجهه الاخرى. وكما قلت لكم هذا العود ديال الشوا راه كيسهل علينا بزاف باش اننا نقلبوهم بلا ما كيضيع عليهم الشكل ديالهم اولا نتقبوهم. صافي كنقابلهم هكا كل مره كنبقى نحرك فيهم باش هكا كيبقاو يتحمروا لينا مزيان. هنا غادي نعاود نردهم لهاديك الجهه الاولى لان كما شفتوا معايا مازال خاصها شي شويه تحمر. صافي ملي كيبان ليا راه بدا كيتذهب مزيان صافي كنحيدو. من الاحسن انني كنحطو هكا في واحد الطبسيل هو الاول، عاد من بعد نديرو في ديك السنيده مع سكر ديال الفاني. وحاجه اخرى يا بنات هي ملي نحيدو داك البيني ما نخليوش حتى يبرد 100%، عاد نديروه في السكر لان ما غاديش يلصق فيه نهائيا. غنخليوه هكا غير حتى كيدفى لينا واحد شي شويه وعاد من بعد كنغمسوه في ديك السكر سنيده مع داك الفاني باش هكا كيلصق. اللي بغات دير الشكلاط ممكن تزينو بالشكلاط، انا المهم صراحه درتو بهذه الطريقه هذه اللي معروفه واللي كتجي بها زوينه بزاف. صافي هنايا لحست واحد الحبه اخرى عاوتاني بنفس الطريقه كنلوح ليها الزيت هكا من الفوق وكنخليها حتى كتنفخ لينا مزيان. وعاد كنلوح الحبات الاخرين بنفس الطريقه. صافي نيا كيما قلت لكم كنخليهم حتى كيطيبوا لينا من التحت وكيبانوا لينا بداو كيتحمروا. عاد ديك الساعه كنقلبوهم للجهه الاخرى. صافي نقبلوهم ما نخليهمش يتحمروا اكثر من القياس البنات، غير كيبداو كيتذهبوا لينا مزيان. صافي ديك الساعه كنسقطروهم من الزيت مزيان وعاد من بعد كنحطهم هكا في واحد الطبسيل كيما قلت لكم. صافي من بعد كناخذ هذوك الحبات وكنغمسهم في سنيده وفي نفس الوقت البنات كيما كتشوفوا معايا راني مقابله المقله يعني ما كنخليهاش حتى كتحرق. صافي اللي بانت ليا تحمرات راني كنحيدها، اللي خاصها تقلب كنقلبها. صافي وكنزيد الاخرين. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي هذه الكميه كامله ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي. وصافي ني من بعد ما ساليت كيما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي خرجت ليا تبارك الله، كميه اللي هي معقوله. وعاد مازال دايره حتى دوك الصغار اللي قطعتهم بالمقطه ديال المناظره بنتي كلاتهم. صافي هانتوما كيما كتشوفوا كيجي تبارك الله مجعب ومهوي وما فيهش اللبابه البنات. هانتوما كون كانت فيه اللبابه راه غادي يبقى معجن ما غاديش كاع يبغي يتطلق. هانتوما كيما كتشوفوا قدام عينيكم مهوي. وانا غادي نحل قدامكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي مجعب.
وكيجينا ناشف البنات واخا مقلي في الزيت بزاف، ما كيجيناش شارب الزيت نهائيًا. كيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، وبسلامة عليكم.